أحمد عز راح عزا أشرف مصلحي وخد جنب وفضل يعيط، وكان معاه حراسة شخصية منعوا أي حد إن يصوره وهو في الحالة دي. عز ما كانش مقرب من الراحل أشرف مصلحي، بس هو كان بيعيط عشان حاجة تانية خالص. مصلحي سنه قريب جدا من أحمد عز، والمرض خده من مراته وبنته. عز في لحظة حقيقية مع نفسه افتكر إنه كان ممكن يكون مكانه ويبقى هو اللي مات، بس وقتها هيكون ميت وهو ما خدش عياله في حضنه وما اعترفش بيهم ولا كان ليهم أب حنين. كل العلاقة اللي بينه وبينهم إنه مجرد ما كانت فلوس بتطلع لهم دولارات أول كل شهر. ولما عز راح العزا فضل يعيط زي العيال الصغيرة، ومحدش من اللي موجودين كان عارف يهديه ويخليه يوقف بكا. أحمد عز أول ما هدي شوية ركب عربيته ومشى بسرعة قبل ما حد من الموجودين برا العزا ياخد باله منه. ومصدر مقرب منه جدا كشف لنا إنه بمجرد ما وصل البيت ما قدرش يقعد، واتصل بصديق مقرب جدا منه وقال له عايز أقعد في مكان على النيل عشان حاسس بخنقة. وفعلا راح وحجز مكان كامل لوحده وقعد يبكي من أول وجديد، وفتح جوجل على موبايله وفضل يتفرج على صور عياله وهو لسه عمال بيعيط. صاحبه قال له ما تهون على نفسك، ما تهون على نفسك، ولو وحشينك وعايز تشوفهم خد عربيتك واطلع على بيتهم وخدهم في حضنك. عز قال له انا خايف اجي احضنهم يرفضوني وامهم تكون مقسية قلبهم عليا، انا اللي عملته فيهم ما كانش قليل. صاحبه قال له روح وجرب، اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، يمكن اللي في دماغك ده ما يحصلش. عز خد عربيته وطلع على بيت عياله، واول ما رن الجرس الشغالة هي اللي فتحت، وكانت واقفة متنحة من الصدمة. عز لقى عياله الاتنين قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن. عز دخل وصاحبه دخل معاه عشان لو حصلت اي مشكلة ياخدوا من سكات ويمشوا. أول ما دخل على العيال جريوا عليه وحضنوه. وقتها عز انهار من العياط، وكان صوت عياطه عالي وكان نفسه شبه مكتوم. المنظر ده محدش قدر يتحمله، وكل اللي موجودين معرفوش يمسكوا دموعهم. زينة وقتها كانت برا مش في البيت، ولما وصلت لقت عربية أحمد عز راكنة قصاد الفيلا. دخلت جري تشوف في ايه، لقت عز واخد عياله في حضنه وعمال يتكلم معاهم. أول ما شاف زينة راح قايم وقال لها أنا آسف إني جيت من غير ما اتصل. زينة قالت له ولا يهمك، خليك زي ما انت عايز مع عيالك، أنا هطلع أغير هدومي وأنام، وانت اقعد اسهر براحتك مع عيالك. عز فعلا فضل سهران معاهم ووعدهم إنه هيحل كل المشاكل اللي بينه وبين أمهم، واتفق معاهم إن أول ما المشاكل دي تتحل هياخد